إخماد الحرائق ليس مجرد مهمة، بل سباق مع الزمن. ومع تصاعد التحديات البيئية، تعالوا نستكشف ترتيب الدول العربية حسب عدد طائرات إخماد الحرائق لعام 2025 مع التفاصيل التقنية عن أنواعها وتكاليفها. المركز السادس ليبيا 4 طائرات. النوع كندير CL 415. السعر 37 مليون دولار. بلد التصنيع كندا، وهي نسخة متطورة من CNL 115. تعرف أيضا بسوبر سكوبر، وهي طائرة برمائية قادرة على جمع كميات كبيرة من المياه من المسطحات المائية وإسقاطها على الحرائق. تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط في مسافات قصيرة. تتميز بقدرتها على مكافحة الحرائق في الليل، وتحمل 37,000 رطل من الماء، مما يجعلها فعالة في مكافحة حرائق الغابات. مشكل الحصول على الطائرة يكمن في الطلب المرتفع، والإنتاج محدود وبطيء بسبب التفاصيل التقنية الدقيقة، حيث يتم تصنيع عدد قليل من الطائرات سنوياً. المركز الخامس لبنان 6 طائرات. النوع بومباردييه CL 415. بلد التصنيع كندا. السعر 37 مليون دولار للطائرة الواحدة. تكاليف التشغيل تقدر بما يتراوح بين 5,000 إلى 7,000 دولار لكل ساعة طيران، وتشمل الوقود والصيانة. قادرة على الإقلاع والهبوط من المياه واليابسة، مما يجعلها مثالية لجمع المياه مباشرة من البحيرات أو البحار القريبة. تحمل ما يصل إلى 6,140 لترا من الماء في كل عملية تعبئة، ويمكنها تعبئة الخزانات خلال 12 ثانية أثناء انزلاقها على سطح المياه. سرعتها القصوى تصل إلى 359 كيلومترا في الساعة، مما يسمح بتكرار دورات الإطفاء بسرعة. صعوبة الحصول عليها تتجلى في الطلب المرتفع. تعتبر الطائرة خياراً أولياً للدول التي تعاني من حرائق غابات موسمية، مما يرفع الطلب عليها عالمياً. المركز الرابع تونس 8 طائرات. النوع Air Tractor 8802F. بلد التصنيع الولايات المتحدة. السعر 5 ملايين دولار. المميزات طائرة صغيرة وفعالة، قادرة على العمل في المناطق الصغيرة، تحمل حوالي 3,000 لتر من الماء، منخفضة التكلفة وسهلة الصيانة. صعوبات الحصول عليها بسبب الطلب العالمي مرتفع نظراً لتكلفتها المنخفضة. يمكن تصنيع عدد كبير منها سنوياً، لكن الطلب يفوق العرض. المركز الثالث المغرب 12 طائرة. النوع كندير CL 415. بلد التصنيع كندا. السعر 37 مليون دولار. الصعوبة المساحات الشاسعة للغابات تزيد من الحاجة إلى المزيد من الطائرات. المركز الثاني مصر 15 طائرة. النوع برييف B200. بلد التصنيع روسيا. السعر 50 مليون دولار. المميزات برمائية، قادرة على حمل 12,000 لتر من الماء، متعددة المهام من إطفاء حرائق، نقل ركاب، وإسعاف جوي. تعمل في ظروف جوية قاسية. تكاليف الإنتاج حوالي 30 إلى 50 مليون دولار. صعوبات الحصول عليها تعتبر شديدة التخصص، ويتطلب تشغيلها وتدريب أطقمها استثمارات إضافية. محدودية الإنتاج محدود، والطلب المحلي الروسي يستهلك غالبية الطائرات. المركز الأول السعودية 20 طائرة. النوع بومباردير CL 415 مع دعم بطائرات بيريف B200. بلاد التصنيع كندا وروسيا. السعر بين 37 و50 مليون دولار لكل طائرة. الصعوبة تحديات إدارة الحرائق الصحراوية ومعوقات اللوجستيات في المناطق النائية. هذه الطائرات ليست مجرد معدات، بل درع حقيقي لحماية الأرواح والطبيعة. ما رأيك في هذا الترتيب؟ وهل على الدول العربية الاستثمار أكثر في طائرات إخماد الحرائق؟ شاركنا رأيك في التعليق.